بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه يا اماراتي؟ احلى جروبي، احلى ناس في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص كده، النهارده هنعمل حاجه حلوه، ولا عجن ولا لت ولا كلام من ده خالص ولا دقيق. للناس اللي بتحب الفري والحاجه الخفيفه، ما تنسليش في لايك وشير واشتراك، وقول لاصحابك ودوس على الزر الاحمر وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يا رب يا رب يا رب كل يوم تبقوا احسن من امبارح، وبكره احسن واحسن. وتعليق حلو منك عشان ده بيحفزني قوي وبيرفع الفيديو عشان غيرك يشوفه. تمام، يلا بينا نشوف المقادير السهله البسيطه للقمر الجميل اللي معانا ده. وامشي معايا خطوه خطوه وهتلاقي ألذ حاجه حلوه ممكن تعملها لرأس السنه. يلا بينا. معانا هنا حبه بيض واحده بس، مفيش اسهل من كده طبعا زي ما انت متعوده مني. ومعانا نص كوبايه سكر، عايزه تقللي شويه مفيش مشكله، بس نص كوبايه سكر، سكرها مظبوط جدا. حلو الكلام، يعني 100 جرام. ومعانا رشه فانيليا وذره ملح صغيره جدا. حلو، مفيش احلى من كده. يلا بينا نضرب بالمضرب لغايه ما تضاعف حجمها وتبقى سميكه كده، ويبقى شكلها زي ما انت هتشوفيها في الفيديو. تعالوا احنا بنضربه كده ندردش حبة ونقول ان الحلويات ديت يعتبر كده ما فيهاش سعرات حرارية الا السكر ده، يعني ممكن تستبدليه بسكر الرجيم. هيطلع معاكي تمام التمام، وهتطلع معاكي وصفة غنية جدا جدا بالطاقة. بجد مفيش احلى من كده. طبعا واحنا شغالين كده شايفة القوام بقى جميل جميل جميل. بصي ما شاء الله عليه، تعالى اوريهولك بالمعلقه عامل ازاي. بص بالسبتيوله، بص القوام عامل ازاي. لازم يبقى ايه زي ما انت شايفه كده، تقيل وسميك، ما عادش ايه خفيف. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هنحطه كده ونبتدي نجيب ربع كوبايه من ايه، من الكاكاو. ربع كوبايه من الكاكاو. وهتشوفي انا هحاول معاكي زي ما انت شايفه كده، هوريكي يتقلب ازاي علشان نقدر نخليه يدخل في بعضه من غير ما نهبط اللي احنا عملناه ده كله. بالمناسبة واحنا طبعا بنضرب، لو المضرب بتاعك سخن، نحاول نشغل شوية ونوقف شوية علشان احنا ما نخسرش الجهاز بتاعنا. واحنا شغالين واحدة وواحدة، حبة وحبة، كل ما تشغليه ريحي حبة. حتى برضو وانت بتعملي اي شغل في الخلاط في اي جهاز، برضو شغلي حبة وريحي حبة عشان نقدر نحافظ على اجهزتنا سليمة لأطول فترة ممكنة. بصوا كده يا احلى مشاهدين في الدنيا، هننزل من تحت لفوق كده ونبتدي لغاية لما يختفي الكاكاو خالص او البودر. تمام، هفضل انزل من تحت لفوق كده زي ما انتوا شايفين، ابتدى اهو يختفي خالص. ونفس القوام بتاع البيض والسكر زي ما هو كده. وصلنا القوام حلو قوي، ما حطيناش ولا نقطة دقيق، وما حطيناش حاجات ولا نشا ولا اي كلام من ده. هنبتدي كده نقلب بمنتهى البساطة من تحت لفوق. ابتدى اهو خلاص كده تمام التمام. لقيت عندي قطعة كاكاو، ابتدت ايه اخبط بيها كده بالاسباتيولا عشان تتفتفت. وهبتدي كده خلاص كده انا خلصت، يعتبر خلصت. تعالى اقول لكم التكاية الزيادة اللي احنا هنعملها. الوصفة دي بصراحة انا شفتها وعجبتني جدا جدا، وقلت لازم اعملها لكم. مش هقول لكم ان انا جربتها من دماغي، بس عجبتني وقلت لازم اجربها. وهجربها معاكم. انتوا عارفين لو في وصفة جديدة لازم اجربها معاكم واقول لكم عجبتني ولا لا. وهقول لك في الاخر هي فعلا ايه مميزاتها وايه عيوبها، علشان ما تقعيش في نفس العيب اللي انا وقعت فيه. هبتدي هنا اجيب كوباية من اي نوع مكسرات انت عايزاه. انا هنا كان عندي فول جرشته كده، لازم ابقى مجروش بالطريقة دي. وهبتدي اقلبه واحدة واحدة كده، وابتدي اخليه كله ياخد من الخليط اللي انا عاملاه، وكلهم يتجانسوا مع بعض. هضيف حبة حبة، مش هضيفه كله مرة واحدة. ضفت الحبة الباقيين وهبتدي اقلب. ضفته على 3 مرات، اخد مني 200 جرام من الفول او 250، لان لازم تبقى سميكة شوية. برضو ده انا هقولك ليه، علشان الغلطة اللي انا وقعت فيها. واي حاجة هنا انا غلطت فيها هقولك ازاي تعالجيها علشان توصلي لاحلى طريقة مضمونة ان انت تقدمي لضيوفك حاجة حلوة او تعمليها لولادك. ودايما يا جماعة اعملي كمية بسيطة علشان تجربي فيها، ولو عجبتك ابقي قدمها لضيوفك، قدمها لاولادك مرة تانية. وعلى فكرة حلوة جدا جدا للمدارس.
ممكن تديها لاولادك في المدرسه او في الدروس ياخدوا طاقه منها. انا قلت على فكره هتطلع كميه صغيره، بل بالعكس ما طلعتش كميه صغيره ولا حاجه، طلعت كميه معقوله. هنا كده انا اخدت كوبايه ونص من الفول المجروش، وهبتدي اكمل تقليب باقي المكونات كلها. كده انا كل المكونات خلصت، وتعالى اقولك احنا هنعمل ايه. انا اسفة طبعا لو كنت طولت عليكم في الكلام. تعالوا كده هنجيب الصينية بتاعتنا، تكون مدهونة بدهنة زيت او زبدة يا جماعة. دهنة محترمة كده شوية، ولو انت ما عندكيش حطي على ورقة زبدة، علشان هي خرجت معايا بصعوبة. ليه بصعوبة؟ لان احنا فيها سكر، والسكر طبعا لو اتعرض للحرارة بيتكرمل. لازم تبقي عارفة انت شغالة ازاي، ولازم تبقي عارفة لما تيجي تشتغل الحاجة دي انت ممكن تعملي ايه. هتحطيها على ورقة الزبدة، او تكوني مبطنة الصينية. انا هنا ما بطنتش الصينية، انا دهنتها زيت بس، ما بطنتهاش. اخدت كده بظهر المعلقة وابتديت انزل عشان اشكل ده. طبعا زي ما انا قلتلك دي المشكلة اللي انا وقعت فيها، اللي هي المفترض ان انا اكون مبطنة الصينية زي الكيك بالظبط. حلو الكلام، سهلت عليك الموضوع اهو، هتتبطن زي الكيك بالظبط. وهنزل كده اشكل بمعلقتي الجميلة واحدة واحدة. اي شكل انت عايزاه، تشكليه طويل هتشكليه مدور، بصي شكلي زي ما انت عايزة. بس هي بصراحة طلعت حلوة جدا. وهقولك درجة حرارتها على كام. هنا درجة الحرارة يا جماعة بتبقى على 150 درجة، يعني الفرن بيبقى هادي اولا. ثانيا خلينا كده بس مع بعض واحدة واحدة. ثانيا لما نيجي نحطها في الفرن، هنحطها عادي وتمام تمام، ما تزوديش الوقت بتاعها، يا دوبك هو 20 دقيقة بالكتير قوي، يعني ما تطوليش عن كده، علشان لو زادت هتمرر طبعا، لان زي ما اتفقنا هي فيها سكر. خلاص، اكتر من 20 دقيقة ما ينفعش. يلا بينا بقى نروح على الفرن بتاعنا ونحطها في الفرن. عملت ما شاء الله الصينيه دي، وصينيه صغيره اهي، بسم الله ما شاء الله، يعني عملت كميه حلوه ومحترمه. لما تخرج من الفرن، نصيحه بسيطه، لما تخرج من الفرن حركيها وهي سخنه قبل ما تبرد. هتشوفي لو هي لازقه معاكي حركي كله وطلعي كله وهي سخنه، علشان انا مش ضامنه فرنك هيعمل ايه، او البطانه اللي انت حطاها ازاي. فالنصيحه مني وهي سخنه حركيها، حاولي تحركيها كده وهي سخنه، وطلعيها تشوفيها زي ما انت شايفاها دلوقتي. ما شاء الله بصي جميلة جدا ومقرمشة وحلوة، وحاجة بصراحة مش قادرة اوصفلك طعمتها. عجبتني جدا ودخلت مزاجي قوي. انا ما كنتش متوقعه حلاوتها، بس انا زي ما قلت لك الغلطه الوحيده اللي انا وقعت فيها، ان انا لازم اكون بطنت الصينيه كويس قوي. ممكن تبطنيها بالزبده والكاكاو، او بالزيت والكاكاو، وبعد كده لما تخرجيها تحركيها وهي سخنه، علشان تضمني نتيجه حلوه. حلو الكلام. وطبعا ممكن لو انت عايز تزودي فول او تستخدمي اي مكسرات عندك مفيهاش اي مشكله. هبتدي هنا احط في علبتي واسيبها على جنب، لما يجوا الضيوف اقدمها لهم، او لو ولادي رايحين المدرسه او رايحين درس، كل واحد هياخد قطعه معاه كافيه قوي 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 للطاقه. جميله، بيضه واحده، شويه فول، ما عملناش اي حاجه ولا استخدمنا اي مقادير كتيره، بل بالعكس مقادير بسيطه وفيها طاقه وجميله. والكاكاو الخام طبعا مليان مغنيسيوم، حلو جدا 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 للصحه. ويا رب اشوفكم بالف خير، ويا رب اشوفكم في صحة دايما، ويا رب اكون اسعدتكم دايما، وفيديوهاتي تكون عجبتكم. وكمان 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 ما تنسونيش في اشتراك وقولوا لاصحابكم، وتعليق حلو منكم كده، علشان الدعم ده بيدعمني قوي، التعليق بتاعكم ده بيدعمني جدا. وبحاول ان انا اجيب افكار جديدة علشان تبقوا مبسوطين من الفيديوهات بتاعتي. وشكرا، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي لمشاهدتكم الحلوة، والسلام عليكم.